امرني يا رياسه. ها حبيبي ايش فيك؟ كذي يسوون حبيبي؟ ايه شنو صدقك انت؟ حركه مصريه. ايه نعم هذه حركه مصريه. ايه حد عزمونا الحي شباب؟ لا ابي هذا. تعرف انا وشفي حاط شيك. امورني عمي. هذا مو بيوم فؤاد. ما هو صاحب القهوه. هو صاحب القهوه عمي. هذا بيوم فؤاد؟ اللي قاعد هذا هو بيوم فؤاد بس هو صاحب القهوه. بس سمعنا ليش قاعد يغطي وجهه؟ ما ادري والله. ما يخاف يا عمي. الفول وايد تكفى خشه هذا ها. حاضر يا عم خلوه لك. خشه. ماشي يا عم. يعطيك العافيه. الله يخليك شرفتونا يا عمي. الف انا وشفي. سامحني يا قرحني. لا تؤمرني يا كبير. حبيبي ما يبي لنا هذا. لا هم كلمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها؟ وعليكم السلام. لا مو بيوم يمشي. والله هو ايش فيك؟ والله مو بيوم. اعرفه من نظارته انا. جاي يستهبل بعد شوي يسولف ويفسخ القناع. والله مو هو. والله هو ايش فيك انا اعرفه والله. في حاجة؟ لا بغيت اسالك بس انت فنان بيومي فؤاد؟ الشبه الحقيقة بيننا كبير يعني لكن للأسف لا مش تبي ماي؟ تبي ماي؟ لا هو أنا صوتي كده حضرتك بلاش تنمر يعني هذا صوتي لا والله يعني لا بس والله ترى فيك شبه من الاستاذ بيومي الله فؤاد. يخليك. مين فيكم شملان ومين فيكم مشاري؟ والله ساحر مو بيومي. لا حبيبي هذا شكله يطالبك. لا انا شملان انا مشاري والاخ مشاري. يا مرحب. والله شال الصوت يا مرحبا. مساك الله نفسي بالخير. اقوم مش عارف اقوم. مساء الفل. لا استريح. اخبارك يا استاذ؟ كيف حالك ان شاء الله؟ نقعد امورنا طيبه؟ لا ده مستنيكم من زمان. والله قلت لك والله يقول انت صاحب القهوه. انا صاحب القهوه والله الحمد لله. تكفى ممكن ماي ماي بس. ميه؟ ايوه هي غاليه بس انا هجيبها لك. اوكي. كم يعني؟ الميه عندنا اغلى من الشاي. تستاهل كل شيء. حبيبي ربنا قهوتك يبارك. تستاهل. مؤمن امرني يا معلمي. مؤمن امرني يا ريس. قالنا زباين. يا اول مره المفروض تفرح. لا الحمد لله زمان بيجي لنا كتير الحاج بيدفع. ايه مي امرني مي بس بس معلش هتفرج. روح مي وشاي بسرعه وشاي. الله انت تقول ارخص من المي. ده صارفين بقى حساب ومكلفين. وشاي يا ابني الحساب عندك يا معلم. 2 شاي مظبوط تأمرني. مظبوط ايه مظبوط ماشي مظبوط يعني على ميه وايد. بيضه. عينين على ميه بيضه. هتشوفوا دلوقتي على ميه بيضه دي عامله ازاي. ده بينزلش غير للغاليين. ايه يا حبيبي يا مرحبا بالعيله انت الفنيه. الغالي. اخوات فنانين اي نعم. واولادكم بسم الله ما شاء الله فنانين. نعم. عائله فنيه. طيب انتوا طلعتوا فنانين لمين؟ اللي ولاد طالعين فنانين ليكم. انتوا طالعين فنانين لمين ولا لحالكم؟ لابويا. لابوكم. ايوه. ابوي كان مغني فيعني كان هو في الحفلات الشعبيه. ايوه اكثرها. الله. اي اللي هي صبرات. ايوه السمراء. نعم. بعدين نزل شريط اللي هو الكاسيت. ايوه من اذكر ونزل شريط وبعدها نزل الشريط كان على ايامها في سينما السيارات عندنا. وبعدين خلاص وقف الفن وبعدين انتقل حق شيء ثاني يعني. وانتوا كملتوا؟ احنا كملنا. كملنا احنا. بس كملنا احنا ما كنا ندري ان يعني هذه هوايتنا ولا شيء ولا كانت في البال اساسا يعني. مشاري انت فنان شامل الله اكبر عليك يعني. الحمد لله. مخرج ممثل مذيع مطرب رغم ان انت الاصغر. اي نعم. ازاي بتنسق بين المواهب دي والشغلانات دي؟ انا يمكن قلتها في اكثر من لقاء. احنا دام احنا في دائره الفن لان دائره الفن تشمل كل شيء. نعم. تشمل انك تكون مذيع. نعم. وتكون فنان وتكون مخرج وتكون يعني حتى مغني. فهذا الشيء ما طلعت برا دائره الفن فانا في دائرتي. فدام اني انا في دائرتي حبيبي مشكور. دام ان انا في دائرتي اقدر اسوي اللي انا ابيه كله. ما تخافش من قلب كده هتلاقيه بقى شاي. قلب بس عارف يعني قلب على ميه بيضاء يا ريس. بس هذا موجود عندكم في مصر. ده على ميه بيضاء. موجود عندكم في مصر شيء ها؟ بس عندنا بقى عشان الصناعيه صناعيه مع احترام المؤمن يعني. بيجي على ميه بيضاء يعني تحس انك هتشرب كوبايه ميه مش كذا. لغايه ما يتقلب كده يخلط بقى. اي والله كان يخلط. عجيب. عجيب. ده كده على ميه بيضاء يعني ده متكلف. غالي ده. شاي غالي. زين ليش متعسف انك جايب الشاي ده غالي. والله راح ندفع. عندكم كينت او الكارد؟ عندنا ايه؟ الكارد
عشان ندفع المشين. لا ولا احنا هنقول لك كم وتدفع على طول بس يعني. ممتاز. كم هذا كله الحين؟ كم الاثنين شايف؟ بعدين هنتحاسب بعدين. ما تخافش، مش عاوزك تقلق مني. سمعت انكم مناضلين في الفن، بيقال عنكم كده فوق 20 سنه بسم الله ما شاء الله، لغايه ما ربنا فتح عليكم. الحمد لله. الحمد لله. ما اجمل الصبر وما اجمل الكفاح وما اجمل الايمان، انك تؤمن بموهبتك وانك تصبر عليها وانك تخلص ليها. ده متحقق للاخين الحقيقه. طيب ايه اللي حصل بقى في ال20 سنه؟ وهل في لحظات جت يأس لا قدر الله فيهم، حسيت ان انت انا عمال اغرف من البحر زي ما بيتقال، يعني انا عمال انفخ في قربه مقطوعه ولا مخرومه زي ما بيتقال عندنا، تمام؟ ولا طول الوقت كان عندك يقين ان باذن الله هيحصل واوصل للي انا عايزه؟ اول شيء يعني تكلم شملان دام انت الاكبر. تفضل. احنا اول شيء ما انا كنا تلاقيني حتى تاخد بالي ان انا ساعات بقول السؤال في النص كده وتختاروا انتوا مين. او نقول انا بقوله في النص، انا بروح اقوله في النص كده وتختاروا انتوا مين اللي يجاوب. ولا الفول يجاوب بدال. زين. اول شيء يعني احنا ما كنا حاطين في بالنا ان احنا راح نمثل في يوم من الايام او ان احنا راح ندش المجال الفني في يوم من الايام. هندش يعني هنبدا. ايوه ندخل. ففي شخص اسمه محمد اياد، وهو اللي يعني عرفنا محمد على اياد اللي عرفنا على المجال الفني هذا. فمن دخلنا الله يسامحه. أزانا محمد عيد. هنشوف. لا والله يعني ورانا يا استاذ مكان احلى اذيه. ربنا يبارك له. والله احلى اذيه. احلى اذيه لكم انتم طبعا. حتى لا هي احلى اذيه لكل فنان يبي يعني يكون حاط رجله عدل في الفن. طبعا. اي والله العظيم. طبعا. والله. فاول شيء أصلة بتفتخروا دايما الناس اللي وقفوا جنبكم. اكيد طبعا. اول شيء احنا بلشنا يعني استعراض اللي هو الرقصات ما رقصات وهذا. كنا استعراضيين في البداية. اللي هو دخلنا في الكومبارس ودخلنا في لين الى ما صرت انا مساعد مخرج اوكي ومشاري ممثل. بس مو محالفنا الحظ ان احنا نكون يعني موجودين بالتلفزيون ومن هالامور هذه، وفي اسباب يعني طبعا. رغم انكم بداتوا في وقت واحد مع بعض الا انه مشاري ربنا كرمه قبلك. ايوه صار قبلي. اي. فمع الوقت انا تركت المجال لان بحكم دوامي يعني ان انا يعني بجابل دوامي اكثر وهذا. بعدين فكرت ان انا يعني هالشيء انا احبه، ليش ما انا اكمل فيه اساسا يعني. تمام. كملت الحمد لله اللهم لك الحمد. صرت مصمم استعراض وتعبير حركي، وصرت مخرج منفذ، وصرت مخرج في مسرحيه، وصرت مساعد مخرج الى تقريبا 6 سنين مع الاستاذ الدكتور عبد العزيز المسلم. ما شاء الله. طبعا خلال هالفتره هذه اللي انا مع عزيز المسلم تعلمت اسس التمثيل والاخراج هذه ب6 سنين. فبالسنه السادسه انا قلت له ان انا ابي اجرب بالتمثيل. كان يقول لا انا احتاجك ورا بالكواليس، انا ما احتاجك بالهذا. فكنا نسافر وفي ممثل ينقص، فكنت انا اخذ دوره. فقاعد اشوف القبول من الناس، ان متجاوب معاي الناس، كل ما قلت شيء الناس معاي ما شاء الله. فانا قلت له انه يعني ابي لا انا احتاجك ورا ما احتاجك قدام. ده معنى ان دورك مهم جدا ورا. ده ما يزعلش. لا ما يزعل. تمام. بس انا حسيت انه يعني ابي الناس تشوف وجهي دام ان انا عندي هالقدره هذه، ليش اخفيها ورا؟ تمام. دشيت مهرجان الكوميديا، مسرحيه اسمها نهيق الاسود. الحمد لله حازت المسرحيه على يعني حازت مسرحيه المركز الاول على كل المسرحيات اللي موجوده. ما شاء الله. وكنت مسوي كاركتر جدا جميل، وتبناني الفنان والدكتور طارق العلي في مسرحيته. ما شاء الله. ايوه. ولادكم في الفن دلوقتي ايه اللي تتمنوا ان هم ما يشوفوهوش وشافوا شملان ومشاري؟ ما يشوفوهوش بمعنى تعب، ارهاق، احباط، يأس. ايه اللي تتمنوا انه ما يحصل لهمش وحصل لكم انتم؟
ولا ده امر لابد منه وانتوا تتمنوا انه يتحقق مثلا معاهم عشان يشد عودهم زي ما بيتقال؟ للامانه استاذ، انا يعني ابيهم يشوفون التعب. نعم. ابيهم يشوفون يعني ايش كثر احنا ناضلنا. اذا جبتك انا يعني في مكان انت تروح فيه وانا مذهب لك على قولتهم الدرج علشان تصعد انت على راحتك، هذا غلط. هذا غلط، لانه راح يوصل مكان انا ما راح اكون جنبه. صح. فراح يقول انا شنو راح اسوي الحين؟ ابوي كان يوجهني، الحين انا شنو اسوي بروحي؟ ما راح يقدر يسوي شيء. فانا يعني مع ان انت شنو تبي؟ انت وين مكانك؟ انت شنو تدور على شنو موهبتك؟ فالطفل دائما، او احنا كنا يوم كنا مراهقين كنا ندور احنا شنو نبي اساسا. ما كنا شنو نبي، كنا نطيح وما حد يساعدنا، ما حد يساعدنا، كنا نصعد بروحنا. هذا مسرح خلاص، احنا كنا حابين شيء اسمه مسرح. وين بروح في المسرح؟ شنو مكاني في المسرح؟ ما ادري. لين اثبت على خطوتي اني انا لازم اكون ممثل او اكون مخرج. تمام. في حكم في دراستي في المعهد الدراسات الموسيقيه، فانا حبيت الموسيقى. وبعدها لما تخرجت في المعهد الدراسات الموسيقيه رحت المعهد العالي للفنون المسرحيه. فهذا ساعدني كثير اني انا ادمج الموسيقى مع يعني المسرح. هذا كلفني تعب كثير اني انا اوصل حق ابي شيء معين في ليفل معين، اني انا اكون فنان شامل، او ان مثلا لما احد يسالني عن شيء اعرف، مو ما اعرف. اعرف بالاستعراض، اعرف بالاخراج، اعرف في الكواليس، اعرف شويه بالانتاج، يكون عندي خلفيه بهذه كل النواحي. فانا دائما اقول الطفل لازم يعني انا ما امهد له الطريق، خله هو يمهد حق نفسه الطريق. مثل ما احنا صار ويانا هالشيء، كنا نبي شيء اهلنا ما كانوا راضين عنه، بس احنا مصرين ان نبي. مصرين. عرفت لين وصلنا حق هالشيء. وصار الحين امي وابوي الحمد لله اللهم لك الحمد مفتخرين بهذا الشيء، ما شاء الله. مفتخرين في هذا الايمج اللي احنا سويناه وكوناه من خلال يعني مسيرتنا في الفن. ما شاء الله. بما انك درست مزيكا وبتحب المزيكا، يعني ايه سامري؟ السامري يلا جاوب لان انا ما اعرف. يعني السامري هو ايقاع. اوكي. في اغاني معينه تركب على هذا الايقاع. يعني السامري دي مش مناسبه؟ يعني السامري دي بالنسبه لنا مثلا امسيه او حفله. سامري يعني حفله. لا هو فن معين. هو فن، هو ايقاع. السامري هو ايقاع. عرفت؟ في كذا اغنيه يعني تصير لازم على هالايقاع، وفي كل فرح في الكويت لازم في ايقاع السامري. رحت قبل كده غنيت في فرح؟ ما اسمع. رحت غنيت في فرح؟ غنيت كثير في فرح، في افراح كثير. وسامري. يلا عاوز واحده؟ يلا. اي بس يعني هذا ببلاش لانه بيغني بتعب نفسه يا حبيبي. انا اسف بس عشان البيس ما بسمعش. لا ما شيء، انا في عندي ولا يهمك اعملها انت. اوكي. قلتي وقفيلي وارفع البوشيه، خليني اروي ضمر العطشاني. قلتي وقفيلي وارفع البوشيه، خليني اروي ضمر العطشاني. هذه اغنيه من الاغاني اللي الناس كلها تحبها، البوشيه حبيبي. يا حبيبي. استضفت شباب كتير زي حضراتكم وشباب ناجح كتير جدا، بدايته مسرح خلاص ومكمل في المسرح، والمسرحيين في الكويت متميزين جدا جدا بصراحة. يعني المسرح بياخد من وقتكم كتير، والمسرح بصراحة بيأكل عيش، بيأكل خبز كتير بياخذ وقت. أكثر وقت خذيناه من شهر 2 شهرين ولا 3 شهرين مع أستاذ أشرف عبد الباقي. كان عندنا مسرحية
اسم المسرحيه؟ اسم المسرحيه جريمه في المعادي اللي كانت موجوده في مصر. نعم. فاحنا نعم. فاحنا سويناها في الكويت وسميتوها جريمه في العاصمه. جريمه في العاصمه. ايوه. نعم. مسرحيه كلها غلط. كلها غلط. ايوه مسرحيه كلها غلط. فهذه كانت من هتجنن واجي اشوفها. ممكن لو سمحت اذا عندك فرصه اذا يوم السبت. نعم السبت بنعرضها. يوم السبت بتعرضوها؟ خميس جمعه سبت. ممكن الساعه 8 بالليل. اي نعم. تقعد من 8 ل 10؟ لا ايوه من 8 ل 10. المسرح قريب من هنا؟ نعم. اعمل خناقه ساعه. لا مو ساعه نص ساعه تقريبا. 20 دقيقه. 20 دقيقه 20 دقيقه ربع ساعه. هعمل خناقه واجي اتفرج على المسرحيه. والله صدق والله العظيم عشان اتكلم مع الناس. هاجي والله اتكلم. عيب باذن الله. عاوز اول صف، انا ما بيهمنيش الفلوس. تم. خلاص دام بكام؟ ادق الحين اقول لهم ان ترى الاستاذ بيوم فؤاد جاي باذن الله. الحمد لله باذن الله ان شاء الله. يعني ان شاء الله لحسن البلام كمان ان شاء الله، يا خميس يا جمعه. الله. استاذ حسن البلام الله الاستاذ الكبير. يا سلام. بعشقه. حبيب ابو علي بصراحه. فاقول انتوا فرق. احنا فرق. احنا فرق طبعا. انتوا فرق مسرحيه بتسموها جروبات. احنا بنسميها فرق مسرحيه. ده من زمان، من ايام نجيب الريحاني واسماعيل ياسين وعلي الكسار، ما بقاش موجود. لا بعد كده فرقه المتحدين اللي هو بهجة قمر ومعاه عادل امام ومعاه سيد صالح ومعاه فؤاد المهندس ومعاه كذا والكلام دي فرق. نعم. خلاص عبد المنعم مدبولي فرقه، فؤاد المهندس فرقه. ده ما بقاش موجود في مصر دلوقتي. احنا موجود في الكويت. موجود في الكويت. اي نعم. مين فيكم انتوا الاثنين اللي راح للدراما؟ مشاري. اي نعم. ما خدتش شملان ليه؟ شملان زعلان قوي وقال لي قال لي ليه ده اخوي. تصدق والله تبي الصدق استاذ، يعني ساعات احنا نسعى والله العظيم. انا كاخو اشوف اخوي انا وبصراحه ودي يكون معاي، بس بالنهايه هي وجهه نظر المخرج، وجهه نظر هم المنتج. لما هو يكون خالص من كل شيء، وممكن اني انا احاول اني ادخل اخوي، بس انه تحس ان الموضوع مو بيدك. لا انا ساعات وبالنهايه ارزاق وحساسيه الموقف كمان. ان ده اخوي. لا يعني هو دش اعمال. يعني انا ممكن ترشح حد غريب. اوكي فاهم قصدي؟ ما ترشحش اخوك او ابنك من منطلق انه اخوك او ابنك، عشان المساله بتبقى محرجه شويه. لا تكون انا مثلا انا يعني يقولوا لي رشح. انت مؤمن بموهبته، يعني انت مؤمن بموهبه اخوك. صحيح. بس انت لما تيجي تقول اخويا وعاوز ما اعرفش مين، المساله بتنزل شويه في وجهه نظر مخرج بمنطلق اخوه بقى. لا مشاري لا تصير حرام تصير في مسلسل اسف شمال، في مسلسل من المسلسلات السنه اللي طافت سويته حلو والحمد لله كسر الدنيا، اسمه ملح وسمره. حاط من ضمن الترشيح ملح وسمره للفنانه هدى حسين العظيمه. اي نعم. ملح وسمره. ملح وسمره. ايوه. فالعمل هذا انا كنت في هذا، يعني كنت هذا العمل، الشباب كانوا يقولوا لي رشح لنا اسامي. حطيت اخواني الاثنين شملان ومشعل الصغير. اختاروا مشعل. سبحان الله. ارزاق. تخيل. صح. ومع انه يعني شملان كان في له دور، انه ممكن انا اشوف، انا كوجهه نظري كمشاري الممثل اشوف انه تمام حق هالدور، بس واخد بالي. ايوه. فخذوا اخوي مشعل، تخيل. اخوي الصغير يعني. طيب ملح وعرفها يعني سمره. سمره البشره السمراء. ملح. ايوه. والبشره السمراء. ايوه. ماشي. المملوح. كان دورك ايه؟ كان احساسك ايه وانت قايم بدور مؤذن؟ يعني دور جميل وبنفس الوقت يعني من غير ما اشوفه دور جميل، ان الواحد يعمل دور مؤذن والكلام ده. يعني كان المشهد جدا جميل، يعني لان هو كان دور شخص ملتزم دينيا، فبنفس الوقت هو ما سمع اذان المسجد في نفس الوقت، فهو قام يعني هالمكان من بيتهم، فراح المسجد راح اذن بدال الامام. تزوجت صغيرين. الزواج الصغير بيسموه حصن، بيحصنك من اي غلط وكل الكلام ده. بالنسبه للفنان المبدع، الزواج صغيرا مفيد ام مضر بالحقيقه؟ وخدوا راحتكم، ولو عاوزين نشيلها نبقى نشيلها، او يومها اشغلوا المدامات ما يتفرجوش على الحلقه. لا عادي شيلها قول الحقيقه واحنا نشيلها ولا يهمك. الزواج صغيرا وانت كفنان
الزواج مسؤوليه، تعالى نتفق. مهما كانت الزوجه بنت حلال مصفي ومقدره كل الظروف وكل الكلام ده، مش بتزعل ان الفن واخدك، الشغل واخدك. اكيد طبعا، يعني لازم. يعني الموظف اللي انا اسف ان انا اقطع حضرتك، الموظف اللي عنده دوام بيخلص الساعه 2 تنتين، بيسموها انتوا تنتين 3، ما اعرفش ليه اتنين خلاص بتصعبوها علينا ليه؟ في الفندق بيقول لي انا هستناك الساعه تنتين تنتين والله. بيخلص الساعه 2، بيخلص الساعه 3، بيخلص الساعه 4 ويروح منزله. يروح ينام شويه، يصحى يلعب عياله، يفسح عياله، يقعد مع عياله، يذاكر مع عياله، ويشوف زوجته، وبعد كده يروح الديوانيه. نعم مش كده؟ بس اعتقد لكن الفنان خصوصا انتوا الله اكبر من مساعدين اخراج لممثلين، لمصمم استعراضات، لاعراس احيانا للافراح، تمام، لتمثيل في التلفزيون، ممكن لو طلبته الاذاعه. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، فنان شامل، وبتقدر على كل الحاجات دي انك تعملها وتعملها في نفس الوقت، وانتوا شباب لسه. فتقعدوا تقولوا الواحد ما كانش يشقى ويتعب وهو شاب، هيشقى ويتعب لما يبقى في سن بيومي فؤاد. يعني اكيد اكيد المساله اكيد في طاقه وطاقه ايجابيه وكل الكلام ده ما بيزعلش شويه. بيزعل مين؟ المدام شوف، المدام دام انه يعني قاعد تشوفك انت قاعد تشتغل حق نفسك وحق نهايه حق عيالك وهذا طبعا، والنجاح هيدلهم يعني هي بتستانس بنجاحك طبعا. اي، فما راح تقول لك لا ما يصير، انت قاعد تشوفك انت ناجح. صحيح. وانت قاعد تنجح تمام معاها وبوجودها. لما يضيق خلقك وترد البيت ما حد يواسيك الا هي، ما حد يطيب خاطرك الا هي وامك طبعا وعيالك ومن الامور هذه كلها. بس حاليا ما في مدام. ليه؟ ما في مدام خلاص والله. ايوه يا ابن المحظوظه. بس اقول لك نقطه استاذ بيومي. انت قلت الزواج الصغار هل تشوف انه صعب؟ طبعا. اذا كان في توجيه من الاب والام طبعا. صحيح طبعا قبل الزواج، ما اتكلم في الزواج، بس انا بحبه جدا الجواز. انا يعني باذن المولى يا رب ان شاء الله امنيه حياتي ان انا اجوز عيالي صغيرين. عبالي ان انت تتزوج. لانه لما اتجوز انا الاول انا متجوز وعندي ابوس ايدك المدام قاعده ما تدوناش في داهيه. لا الله يحفظها ان شاء الله لك ويحفظ عيالك يا رب. ربنا يبارك فيك يا رب. فهو التوجيه مهم استاذ. طيب الشملان اتجهت الى الكوميديا. نعم. وسط منافسه كبيره في الكويت، الكوميديانات المشاهير في الكويت كتار. ازاي تقدر تتميز؟ ازاي يبقى ليك لون؟ ازاي ايه الخطه اللي بتعملها عشان يحصل ده؟ والله على الله للامانه مثل ما قلت انت، على الله سبحانه وتعالى، ثم قبول الناس لك. ولا انا لا عندنا مثل بس بيقول لك اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. صحيح. ربنا سبحانه وتعالى يعني احنا من عندنا كده مثل بنقوله اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. صحيح. عندنا بعد احنا شيء صحيح نفس المعلومه. نفس المعلومه. اول شيء لازم اعرف اول شيء شنو دوري، شنو وضع دوري، شنو ابعاده، شنو دنيته، شنو هو شنو من الدور هذا. ثاني شيء يعني بالنسبه لي انا احب اني اقرا النص كله كامل من غير لا اضيف اي افيه. لازم افهم عشان اذا قطيت الافيه اقط الافيه من ضمن القصه مو خارج القصه، لان اذا قطيت خارج القصه الناس راح تتشتت وترجع مره ثانيه. فاذا قطيته من ضمن القصه فالناس تمام خلاص انت معاك. الله. فانا وايد من الحاله. ايوه كمان نبقى من الحاله. ايوه نفسه. فانا احب الكوميديا تكون من نفس القصه نفسها. تمام. وانا اموت على شيء اسمه كوميديا موقف. تذكرت استاذ اشرف عبد الباقي اول يوم العيد هو جاي العيد الفطر. ايوه عيد الفطر. فجاي يشوف العرض من بعد يعني هو سلم لنا العرض وقال خلاص الحين انتوا حطوا التاتش الكويتي. فهو علمنا وخلاص سكر المسرحيه وقال السلام عليكم. مشى قبل العيد بيوم. قبل العيد بيوم قاعد يطالع
ويحط ملاحظاته. خلص هو طبعا سافر راح مصر وبعدين رد لنا وقاعد يحط ملاحظاته قبل العيد بيوم. فقال صح اوكي تمام. قال يلا العيد الحين. ما يدري هو قاعد، فكان في واحد من الشباب موجودين، فاحنا عرفت اللي نقط القطه، يعني نقط الافيه. فالناس صريخ. فهو نقط يعني نقوله الافيه، نقول الافيه. ايوه نقول الافيه. فالناس صريخ. اللي هي نرمي الافيه. ايوه نرمي الافيه. تنتين. ايوه تنتين ونرمي ونقط القطه. فاستاذ اشرف واقف بالكالوس، فبيضحكون على افيه هو بيقول حق صاحبنا الله يذكره بالخير، يقول هم بيضحكوا على ايه؟ بيضحكوا على ايه؟ فاقول لا هي في قطه، يعني رموا في كويتي وخلصوا. فنص الفصل الاول خلصنا الفصل يقول انا مش فاهم حاجه، هم بيضحكوا على ايه؟ عرفت؟ انتوا عارفين ايه اللي بيضحك؟ احنا عارفين احنا عارفين طبعا. فهو وشاف التحضيرات اللي احنا مسوينها فانعجب يعني. قال طبعا من اشراف العام اخونا محمد راشد الحملي. اي نعم. المخرج اللي احنا نسميه مخرج الوطن العربي، افضل مخرج يعني شافته عيني انا بالنسبه لي. ده كان اشراف عام للمسرحيه بتاعتكم. ايوه كان لكن اخراج مين؟ اخراج الاستاذ اشرف عبد الباقي. وهو اشراف عام للمسرحيه اللي هو محمد راشد الحملي. فهو ساعدنا وايد بتغيير المسرحيه. هي كانت رايحه صوب جريمه في المعادي. اوكي، فهو قربها على يعني الكويت، جو الكويت. جريمه في العاصمه. ايوه بالضبط. طيب اصعب حاجه على الكوميديان انه يقط افيه ما يجيبش. الليله باظت. لا ما انا قاعد معاكم كوميديان. الليله باظت. وعندنا افيه بنسميه دمغه. يعني ايه دمغه؟ لا يمكن يتشال. لا لا يمكن تقطه والناس ما تضحكش او ما يجيبش سكسيه. يعني لما نقول انه النهارده وحش الناس بس ما جابش سكسيه. ايوه لما نقول النهارده وحش، فتخيل انك تخش تقط الافيه. لا مو تتخيل، هو صار. ايه اللي حصل؟ انا بقول لك انا ككوميديان الليله باظت. يعني يا رب ما يجي اليوم هذا، يا رب ما حدش يشوف مننا اليوم ده. ايه بقى اللي صار؟ ايه اللي حصل بعد ما حصل ده؟ احنا عندنا قاعده في فرقه مبارك المانع. اوكي، قاعده لائحه وكذا لائحه في فرقه مبارك المانع. اذا الجمهور مو قاعد يضحك مثل. طبعا سوي اللي تبيه بالموجود وقط نفس قطاتك وسوي اللي انت تبيه. صحيح. ومثل اللي اتفقنا عليه في البروفه يتعمل. يصير. صحيح. مالك شغل. ما لهم ذنب، حرام. ما لهم ذنب. بعدين اكتشفنا في شيء، مخرج الكنترول قاعد نقول له ان الناس مو قاعد تضحك. يقول لا انتم غلطانين، انا من فوق قاعد اطالع، انا اشوف الناس كده بتعمل بس من غير ضحك. بتحصل من غير ضحك. ساعات لما بيجي عائلات وناس كتيره ومحترمه والكلام ده بيبقوا فرحانين جدا ومبسوطين جدا وبيضحكوا خلاص. وانت مش سامع ضحكهم. ايوه لان يعني ساعات بيبقى ايه، الصفوف الاولى دايما اغلى. الصفوف الاولى في المسرح دايما اغلى عن الصفوف اللي ورا. الصفوف اللي ورا بيروحوها الشباب وجمهور الجامعه وجمهور المدارس. والضحك بيجي من هنا. فيجي يقول لك ايه، الضحك جاي من ورا. صح. لو تقدموهم شويه دول. والضحك عدوى. الضحك عدوى. يعني انا في الصاله لما تلاقي حد بيضحك جدا تلاقي جمهور معاه بيضحك. ايوه صحيح. خلاص. فالضحك عدوى والسكسيه عدوى. تمام. فهو دايما لما بيحصل فتلاقي دايما الضحك. فاحيان كتير قوي يحصل اللي حضرتك بتقوله ده، اللي هو قاله لك المخرج بتاع كنترول. صحيح. الناس تبقى مبسوطه جدا ويجي يسلموا عليك ويصوروا معاك بعد العرض وانت معتقد انك قدمت اسوأ ليله في حياتك. ايوه بالضبط. بس احنا ترى بيننا وبين بعض استاذ يومي، احنا ترى من الداخل قاعد نضحك. احنا من الداخل قاعد نضحك. ده موضوع تاني. ايوه ده موضوع تاني. انا في مره دخلت على المسرح تمام، وكان معانا زميل بدون ذكر اسامي كوميديان عالي جدا ومن المشاهير جدا.
فرمى افيه من اللي انا بقول لكم عليه، طج افيه من اللي انا بقول لكم عليه، أيوة. اللي هو دمغه، اللي هو لا يمكن ما بيجيبش. اوكي صمت، استقال. رحت يا ريت رحت واقف وموقف معانا ممثلين وواقفين طابور، ورحنا داخلين واحد ورا التاني بعد ما اتفقت معاهم، بنسلم عليه وبنقول له البقاء لله. خلاص. وانا قلت له وانا بسلم عليه عزانا نو في مكان احسن. صح. احنا لا مش كده، وكل الكلام ده احنا مش كده، بتضحكوا انتوا، احنا ما نضحك داخلين، بس في كلمه نقولها. اذا انسان بط قال لفيه كان يصرخ، قال لفيه وبط، احنا شنو؟ نحس ولا تقط مره ثانيه انه بط يعني ما جابش. بط. ايوه خلاص. او حاجه ثانيه ان رميت لفيه وبصيت لي انا ما فيش يعني، عرفت خلاص بس. طيب عندنا مصطلحات مسرحيه ما اعرفش بتتشابه ما بيننا وما بين الكويت ولا لا. يعني ايه كمبوشه؟ كمبوشه والله تصدق سمعتها من الاستاذ اشرف، والله ما ادري نسيتها. كمبوشه لحظه اوكي ما ادري نسيت شنو يعني. بتشوفوا المسرحيات بيبقى فيه زي المسرحيات المصريه كمبوشه. اي الملقن. مكان الملقن يدعى كمبوشه. صح. احنا نسميه ملقن. ملقن يعني معناته ايوه، ما الملقن ملقن. ايوه. الشخص ده ملقن. حلو. المكان اللي بيقعد فيه كمبوشه. صحيح. احنا نسميه هذا كله ملقن. دي كلها اسمها ملقن. كلنا نسميه ملقن. انتوا واضحين قوي صراحه. احنا سيده، احنا ما بتلفوش وتدوروا، هو كده يعني. الافانسين اخو الاسانسين. لا ما اسمع. لا هو الافانسين نفس ما ادري نفس الميزانسين. لا صح. الميزانسين دي حركه المسرح. هي ايه الافانسين مقدمه المسرح. اوكي. طب انت كمساعد مخرج، انت كمساعد مخرج ومخرج منفذ، دي لازم تبقى عارفها اللي انا هقولها دي. لا شوايات ايه اللي على المسرح هاو كان موجوده بعد البنطلونات البراقع احنا نسميها البرقع. ايوه البراقع. احنا نسميها براقع. اليمين يسار مالت الكالوس صح. او دش شويه داخل. هذه هي. شملان يحب يسمع ايه من مشاري؟ مشاري انا احب اسمع منه يا سعيد لو يريت، ما ادري شو اسمها اغنيه ولا نصيحه ولا شنو عشان نفهم. اغنيه ولا اغنيه؟ اي هذه. يسمع ايه؟ يا سعيد. اوكي. ايه هذه عشان اشرح له. قبل على ايام السفن عندنا. فلما يجي السفينه تجي عند المرسى فهم يسحبونها. ايوه. مؤمن اي ايمن مؤمن يعني طالع فيها. مؤمن بالغالي. امرني اول شيء تكفى، شيء ثاني تأمرني يا ريس. اي والله تكفى. فالسفينه لما تجي سكر خير معلش اتصرف شيء ثاني. الماء قطع مع اتصرف حاول معلش شيء ثاني. حط هذا كام. لا خلاص. عندنا شاي، احنا عنينا 2 شاي هنا يا ابني واعمل لي معاهم يبقى 3. تأمرني. فالسفينه هم بيشدوا. نعم. فبيقولوا مثل الاغنيه اللي هي يا سعيد انا يا ريت سفنك ما يلحقني، يا سعيد انا يا ريت. هم بيردوا وراه يا سعيد انا يا ريت. فيسحبون السفينه لما يوصلونها على يعني المكان اللي هم يبونه. عندنا يقول لك على بلدي المحبوب وديني، زاد وجدي والبعد كوي، يا مسافر على بحر النيل، أنا ليا في مصر خليل، كده بحياتي عين ما شفت زيه كتاب، بس قاعد يطلون حبيبي قاعد يطلون الفرح في سطرين، شباب قاعد يطلون والباقي كله عذاب، خلاص عذاب عذاب عذاب. حس اغنية
اغنيه تعال هات الحساب هلا. اقسم بالله من اجمل الحلقات اللي عملتها في حياتي. يا حبيبي. وانتوا اتظلمتوا انكم جيتوا مع بعض، انتوا تستاهلوا كل واحد منكم يا حبيبي يا بعد شكرا سعيد لك بك. ابي بس هالكلمه هذه استاذ. حاضر. بس ابي هذه الكلمه. تفضل. اقسم بالله من اجمل الحلقات اللي عملتها في حياتي. يا حبيب قلبي والله العظيم. شملان ومشاري ربنا يحميكم.